تعالوا جربوا معايا النهارده طبق البتنجان الحلو اللذيذ ده، سهل وبسيط ومش متعب ابدا وفي نفس الوقت لذيذ جدا. صلوا على النبي كتير، وقبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك ومتابعة لو لسه مش متابعيني. انا اسمي خالته هند. في الاول هجيب معلقة زيت كده، اي زيت تحبوه، ذرة او زيت عادي، وهحمر فيه كده فصين 3 من التوم، يعني قولوا نص معلقة توم مفروم كده، وهحط لهم كمان قرنين فلفل حامي على بارد، وهشوحهم اديهم تشويحة مع بعض كده. هنزل عليهم ب3 حبات طماطم كده متقطعين، وبهارات سكر ملح كمون كزبرة ورشة صغيرة من البابريكا ورشة من الفلفل، وكمان هحط لهم معلقتين من الخل وعصير ليمونة حلوة كده كبيرة. وبعدين هسيبهم يتسبكوا مع بعض شوية على النار. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. في الوقت ده أنا بكون محضرة بقى إيه، مكعبات بتنجان بتتحمر على النار يعني. بعدين بنزل عليهم كده بشوية طحينة حلوين كده، شوية مثلا قولوا نص كوباية طحينة كده، وبديهم تقليبة صغيرة. وبعدين بنزل عليهم بالبتنجان. البتنجان يكون متحمر نص تحميرة، يعني يكون مستوي بس مش واخد لون غامق. فاهمين؟ فاهمين يا خالته هند؟ علشان احنا مش مقشرينه، وعلشان الالوان بتاعه الطبق تبان، الفلفل والطماطم والالوان تبان، فما ينفعش ان احنا نغمق البتنجان. بنسويه نص تسوية يعني يبقى مستوي بس مش متحمر واخد لون. بعدين بزود له شوية من المية وبقلبهم تقليبة على النار، وبألف هنا وشفا.